بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من يصبرك غير الله جل جلاله؟ ومن الذي يثبت قلبك ويلهمك رشدك ويجعل لك من العسير يسيرا غير الله جل جلاله أرحم الراحمين، وهو الذي يسمع الشكوى ويرفع البلوى جل جلاله وتقدست أسماؤه. فأدعوك أولا أن تكثر من الدعاء، فأعظم الأسباب للصبر والثبات وقوة النفس على البلاء دعاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عن عباده الأخيار: ربنا أفرغ علينا صبرا، فسألوا الله أن يفرغ عليهم الصبر. وإذا أفرغ ربك الصبر تنهد الجبال وما ينهد صاحبه. فأفرغ ربك الصبر قوية النفس وصدقة العزيمة، ولان كل صعب وتيسر كل عسير وسهل كل حزن. ولذلك قال الله عن حبيبه ووليه المؤمن أيوب عليه السلام لما ابتلاه بذلك البلاء العظيم، ابتلاه الله في أهله فأصابهم السقم والمرض، ثم ابتلاه الله في ماله، ثم ابتلاه الله في جسده، حتى سقط عليه السلام في حالة لا يعلم مقدار ما يعانيه ويكابده إلا الله وحده الذي لا تخفى عليه خافية. فنادى ربه، نادى الحليم الرحيم والجواد الكريم، ناداه وهو أرحم الراحمين، ناداه مؤمنا موقنا متوكلا متضرعا متخشعا متذللا متبذلا: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وناداه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا، رحمة من أرحم الراحمين. فالله وحده هو الذي يصبرك وهو الذي يثبتك وهو الذي يعينك. فناديه سبحانه وتعالى نداء المؤمن الصادق الموقن: رب أفرغ علي صبرا، تدعو أن يصبرك في فتن الدين وفتن الدنيا، يصبرك وقد أحاطت بك همومك وغمومك، فتسلم وجهك لله. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله وهو محسن موقن، كامل التوحيد كامل الإخلاص كامل العبودية، يدعو ربه وهو موقن أن الله لا يخيبه. أعظم الأسباب ومفتاح الفرج كله التوكل على الله جل جلاله والصدق مع الله. فلو تكالبت عليك الدنيا كلها بهمومها، فلو تكالبت عليك الدنيا كلها بهمومها وغمومها، فإنك تعلم أن لك ربا هو أرحم بك من نفسك التي بين جنبيك. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، نبئهم وأخبرهم أني أنا الغفور الرحيم. ومع أنه رحيم فإنه أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فأي مصيبة وأي بلية وأي كربة نزلت بك وضاقت بها نفسك وعظم بها همك وغمك، فأنزلها بباب الله فلن تخيب، واسأل الله جل وعلا وقل: اللهم إني أسألك الصبر، اللهم أفرغ علي الصبر، اللهم ثبتني، اللهم اربط على قلبي. هذا هو شأن الصالحين والأخيار. ولذلك قال الله تعالى عن نبيه يعقوب: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. صبر جميل أي صبري صبر جميل. والصبر الجميل هو الذي تتوجه فيه للعظيم الجليل، فلا يسمع منك إلا الخير فيما يكون منك من قيل، وألا تشتكي الله على عباد الله. الصبر الجميل أن تحس أن الفرج أقرب إليك من شراك نعلك، تحس أن الفرج أقرب إليك من شراك نعلك، لأنك تعلم أن الفرج بيد الله وهو أرحم الراحمين. وتوقن أن هذا البلاء قد يريد الله أن يرفع به درجتك ويكفر به ذنبك ويعظم به أجرك ويريد الخير لك، يريد أن يعلي لك منزلة في الجنة لا تبلغها بالصلاة، فتحسن الظن بالله ويبتهج قلبك بالله، وتحس أن الفرج سيأتيك من الله وحده لا شريك له.
واعلم أن أساس الفرج كله حينما توقن ألا ملجأ ولا منجى من الله إلا إلى الله. ولذلك لما أيقن الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أي أيقنوا ألا ملجأ من الله إلا إلى الله جاءهم الفرج. قال تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا. فكل من أيقن ووصل إلى درجة اليقين أن الفرج من الله وألا ملجأ من الله حتى إن الأسباب لا ينظر إليها شيئا أمام عظمة الله وقدرته فإن الله يتأذن له بالفرج فتكون مع الله عز وجل. الأمر الثاني مما يعين على ثبات القلوب بالصبر كثرة تلاوة القرآن، لأن الله يثبت به القلوب ويشرح به الصدور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هدى للتي أقوم كل من أصابه الهم والغم فبدد الله به همه وغمه. فإنك تجد الرجل تتكالب عليه هموم الدنيا وغمومها وأحزانها ومكائدها ومصائبها، فإذا فتح كتاب ربه أو تلا كلام ربه تبددت عنه همومه وزالت عنه غمومه وانشرح صدره واطمأن قلبه وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. كثرة تلاوة القرآن الذي لا يعرف صاحبه الخوف ولا يعرف صاحبه الحزن ولا يعرف صاحبه المساءة. فطوبى ثم طوبى لمن جعل الله القرآن ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وذهاب همه وغمه. الأمر الثالث مما يعين على الصبر والقوة أثناء البلاء كثرة الصلوات النافلة، أن تكثر من النوافل واستعينوا بالصبر والصلاة. فمن نزل به البلاء فأكثر من الصلاة جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. وقل أن تجد عبدا يحافظ على النوافل إلا إذا استغاث بالله أغاثه وإذا استجار بالله أجاره. قال الله تعالى في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي عليها ويده التي يبطش بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فهنيئا لأهل الصلوات الذين ما إن يحدثوا حتى يتوضأوا ولا يتوضأوا حتى يصلوا ما كتب لهم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه إذا نزلت به المصيبة أو حل به البلاء فزع إلى الصلاة. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان إذا حز به أمر فزع إلى الصلاة. كذلك أيضا مما يعين على الصبر ومما يقوي النفوس في حال البلاء كثرة قراءة سيرة الأنبياء والمرسلين والأخيار الصالحين، خاصة من سمى الله وذكر في كتابه المبين وقال لنبيه الأمين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فيصبروا كما صبروا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فأمره أن يصبر كما صبر من قبله. فإذا كان العبد موفقا مسددا قرأ سيرة الأنبياء في كتاب الله وتأملها وتدبرها ونظر إلى يعقوب عليه السلام يفقد ابنه السنوات الطويلة ومع ذلك قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فقد ابنه يوسف حتى إذا شاخ وعظم ورق لحمه ووهن عظمه وشاب شعره فجع بابنه الآخر. فلما فجع ببنيامين وجاءوا إليه أنهم فقدوه وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إنما أشكو أسلوب حصر وقصر. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أعلم من الله ما لا تعلمون. أعلم أن الله جبار السماوات والأرض لا يعجزه شيء. أعلم من الله ما لا تعلمون أنه أرحم بخلقه من خلقه بأنفسهم. أعلم من الله ما لا تعلمون أن بعد العسر يسرا وأن بعد الكدر والحزن سرورا وأن الله تعالى يحسن العاقبة لمن صبر واتقى. فمن قرأ هذه السير العطرة حتى إنه لما أصاب قال يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف ولا تيأسوا من روح الله
فانطلقوا من عنده وهو بحاله قد ذهب بصره وكف بصره، فجعل الله الفرج في هذه السفرة التي أمرهم فيها موقنا بالله جل ولا تيأسوا من روح الله. فأبى الله إلا أن يريهم كيف يأتي المدد لأوليائه والغوث لمن استغاث به والنصرة لمن يحب سبحانه وتعالى. فدخلوا على يوسف وقالوا ما قالوا. قال عليه السلام قال هل علمتم ما فعلتم ليوسف وأخيه لأنتم جاهلون؟ قالوا تالله لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. فجاء الفرج من الله سبحانه وتعالى، حتى إنه لما سارت الركاب إلى يعقوب عليه السلام قال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. الله أكبر، جاءته البشائر من الله قبل أن تأتيه من عباده، وجاءه الفرج من ربه. إني أعلم من الله ما لا تعلمون. منازل اليقين، منازل المحسنين، تجد الشخص تنصب عليه البلايا في ماله في نفسه في أهله وولده، ومع ذلك لا يسوء قلبه أبدا فيما بينه وبين الله، لا يظن بالله إلا كل خير، ومهما ضاقت عليه الدنيا فإنها واسعة بالله جل جلاله. المهم الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال الثقة بالله سبحانه وتعالى والأخذ بهذه الأسباب مما يعين على الصبر، استشعار الأجر عند الله سبحانه وتعالى. تفكر أنك من أولياء الله، من عباد الله المؤمنين، وأن الله لا يحب أذية عبده المؤمن. يقول في الحديث القدسي ما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. الله أكبر، أكره مساءته، أي أن الله يكره أن يسيء لعبده المؤمن، يكره أي شيء يكدر أو يسيء عبده المؤمن. فأي منزلة للمؤمن عند ربه. فإذا شعرت أنك بالإيمان والتوحيد واتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنك في هذه المنزلة من رب الرحيم الحليم، أحسنت بالله الظن، ومن أحسن بالله ظنه فلن يخيب ظنه لا في الدنيا ولا في الآخرة. حتى ذكر عن سلمان الفارسي رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه أنه رؤي بعد موته، فقيل ما فعل الله بك؟ قال ما وجدت مثل حسن الظن بالله عز وجل. حسن الظن، أنك تحسن بالظن بالله عز وجل، خاصة في مواطن البلاء. ألا إن الدهر كله سرور وحزن ومساء وكدر وخير وفرج، فالعبد يحتسب عند الله سبحانه وتعالى كل خير ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبت قلوبنا وأن يشرح صدورنا، إنه ولينا. وصلى الله وسلم